المغرب القوي الحبيب إلى الله أكثر من المغرب الضعيف هو الذي ستصنعونه بأيديكم حضرات السادة. الملك الحسن الثاني اللي كيمتلك شخصيه قويه وما كيقد عليها غير اللي خلقه، واللي حكم المغرب كثاني ملك بعد الاستقلال، وهو الملك الرقم 22 للمغرب من سلالة العلويين الفلاليين اللي كيرجع الأصل ديالها الحسن بن علي بن أبي طالب. الملك الحسن الثاني تولد عام 1929 بالرباط ومات في عام 1999. الراحل الحسن الثاني درس في مدرسة المولوية كلية لندن الإمبراطورية، ومن بعد التحق بالكلية الملكية اللي كاينة في الرباط، وفي عام 1947 حصل على الشهادة البكالوريا بامتياز، وفي 52 خدا الماستر في القانون العام وخدم في البحرية الفرنسية. الحسن الثاني حكم المغرب من بعد ما مات الأب ديالو محمد الخامس في عام 1961، حيث كان أكبر الأبناء الذكور للملك محمد الخامس، وكانت فترة الحكم ديالو 38 سنة بطول 1.66 متر، وقاد البلاد بقبضة من الحديد، واللي حرر الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني بمسيرة خضراء عام 1975. مسيرة غادي نمشيو فيها بلا سلاح، خصنا نتفقوا على هادي، حنا ما تنحاربوش وما يمكنناش نحاربوا اسبانيا، لانه الان اسبانيا ما بقى لها باب دخول، ما تنحاربوش اسبانيا، وتنطلبوا من اسبانيا من الان تسجل علينا على اننا ما غادي نحاربوش اسبانيا، وما شاهرين شي عليها الحرب، وانه فيما اذا ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد راهي مسؤولة به أمام الرأي العام ديالها والرأي العام المغربي والرأي العام العالمي. تعرض الملك الحسن الثاني لبزاف ديال الخيانات للنظام الملكي، كان انقلاب الصخيرات وانقلاب من طرف الوزير الدفاع أوفقير للطائرة الملكية، ولكن كاملين فشلوا، وأي واحد شارك في هذا الانقلاب حكمت عليه المحكمة بالإعدام. الراحل الحسن الثاني كان مولوع بالفن والطرب الموسيقي، خصوصا عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وأيضا كان مولوع بحب لرياضة الجولف. كل ما كيكون عنده الوقت خاوي اول حاجه كيشوف فيها هي ممارسه الجولف، وكانت كتعجبه بزاف مدينه افران واللي كان كيلقبها بسويسرا المغربيه. شارك الحسن الثاني في عده مؤتمرات عربيه، وكان رئيس للجنه القدس، وتلقب البابا وشرح له الاوضاع ديالها يعني ديال القدس، وتلقب القذافي عام 1989 للاتحاد بين ليبيا والمغرب من بعد 20 عام ديال الخلاف. الحسن الثاني كان كيبغي الاسره ديالو بزاف، واللي كتنتمي من 5 ابناء، واللي هما محمد السادس ورشيد بن الحسن وللا مريم واسماء وحسناء، وكان متزوج بجوج ديال النساء واللي هما فاطمه مرهوق ولطيفه حمو. الراحل الحسن الثاني كان كيمتلك 3 ديال اللغات واللي هما الفرنسيه والعربيه والانجليزيه. في 23 يوليو عام 1999 مات الملك الحسن الثاني بالرباط عن عمر 70 عام بنوبه قلبيه، ومشاو في جنازته ملايين من المغاربه وحضروا اكثر من 40 رئيس دوله. لم تمت يا حسن كلمة ظل يرددها آلاف الرعايا المغاربة حتى الإغماء، ولم تحل الإجراءات الأمنية دون محاولات المغاربة المتكررة لاقتحام الأسوار المؤدية إلى القصر الملكي في الرباط. اختلطت مشاعر الفاجعة بالأسى للمصاب الجلال الذي أفقد المغاربة من كانوا يلقبونه بالملك الأب. وبلغت الشؤون الثقافية المغربية على التلفزيون ما يدار فيه لا مسلسلات ولا أفلام ولا برامج ترفيهية لمدة 40 يوم، وفقط يعملوا فيها غير القرآن والذكر بالله. هذه هي الشخصية الملك الحسن الثاني اللي كانت عنده كاريزما قوية وما كيقد عليها غير الله. حكم المغرب لمدة 38 سنة، حارب الصحراء المغربية، تعرض لبزاف ديال الانقلابات ولكن كاملين فشلوا، فقط بالشخصيه اللي كانت عنده والذكاء اللي عطاه الله. راحل الحسن الثاني دوز عامين في المنفى مع الاب ديالو محمد الخامس، وهو اللي كان كيترجم له الرسائل اللي مكتوبه بالفرنسيه، حيت الحسن الثاني كان كيتكلم بالفرنسيه بطلاقه. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش واحد لايك وابوني وتهلاو. بلاتي قبل ما نمشيو كنشكركم على الدعم ديالكم، هذه غير البدايه وباقي الخير القدام ان شاء الله. تهلاو.